ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد يا رب يعجبكم ان شاء الله في قناه شيماء جمال تي في. طمنوني عليكم، عاملين ايه في المدارس وفي اجواء البيوت اللي مليانه مذاكره دي. بصوا، اول حاجه بما اني جبت سيره المدارس والبيوت المليانه مذاكره، فعايزين حاجه تنجز معانا ومع الاولاد، تبقى موجوده بصفه مستمره، ونتكلم في النقطه دي بعدين. بس عشان المقادير ما تضيعش مننا، هنعمل بسكوت نشادر. البسكوت بصوا يا جماعه، خدوا المقدار ده بالظبط، اعملوه زي ما انا عاملاه بالظبط، هيطلع معاكم البسكوت بصوا تحفه، ولا ناشف ولا طري ولا من تحت مخرم كده. احيانا بتلاقي البسكوت مش يعني لونه من تحت كده، تحس ان هو متكسر. هتشوفوه من تحت ومن فوق، هيبقى المقدار ده مظبوط بالملي. معايا 2 كيلو دقيق ونص على 10 بيضات، يعني كل 10 بيضات عليهم 2 دقيق كيلو ونص، 2 كيلو دقيق ونص، 2 كيلو دقيق ونص، كوبايتين سمنه، كوبايه لبن كبيره، وكيلو سكر. حاطه كوبايه اللبن الكبيره في كوبايه كبيره قوي عشان لما تفور. وطبعا النشادر اللي انت بتشتري من عنده، هتقولي له عايزه مقدار 10 بيضات، هيديلك الخميرة النشادر على قدهم. ما ادكيش وهو مش عارف وانت مش عارفة، كل 10 بيضات عليهم معلقتين كبار من النشادر. ماشي. اول حاجة حطينا كوبايتين السمنة، مقدار مظبوط بالملي. هقول لكم ايه اللي زاد، بس حاجة بسيطة جدا 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 اللي انا زودتها وهقول لكم عليها. يبقى كيلو السكر حطيته مع كوبايتين السمنة، وهنضرب جامد قوي قوي. هو المفروض السكر يبقى بودر عشان ما تضطريش تضربي قوي، بس السكر لما بيعلى يعني سعره بيرتفع، فبتلاقي السكر البودر بيشح، واحنا عندنا الايام دي شاحح مش لاقياه. فعادي بستخدم السكر العادي، بس بيحتاج ضرب كتير. وهنلم الجوانب، وبعد كده هنكسر البيض. بصوا ده مقدار 10 بيضات عادي، بس البيض لقيته حجمه كبير قوي، يعني ما شاء الله، يعني البيضة ببيضتين. فحطيت دول تقريبا 7 أو 8. يعني هو ده المفروض مقدار ال10 بيضات، بس أنا حطيت 8 بس لما لقيت حجم البيض كبير. ونزلنا قول ال10 بيضات، مش هقول لكم 8، بس أنا كل حاجة عملتها قلت لكم عليها. لو لقيت البيض كبير قوي، اديني عملت ب8 بيضات وطلع مظبوط زي الفل. وحطيت الفانيليا، حطيت ال10 فانيليا عادي زي ما هم على ال8 بيضات، عشان البيض حجمه كبير، فممكن كل واحده تاخد 2 فانيليا عادي، مش هيقول لا. وكمان عشان ما يبقاش ليه ريحه. ولو انت بتحطي ريحه البرتقال او الفانيليا او الحاجات اللي زي دي، هتحطيها في المرحله دي. بس انا بحب بسكوت النشادر يبقى نشادر بس من غير اي روائح، واحيانا والله بحط، بس المهم انا ما حطيتش. هنضرب البيض وعليه الفانيليا مع كوبايتين السمن وكيلو السكر. دي بقى كوبايه اللبن الكبيره، كوبايه لبن كبيره، وحطيت عليها النشادر. المفروض اللي يحصل هنا ان هي تفور وتكب على البتاع. هي فرت شويه، ما فرتش جامد، مش عارفه ليه، بس يعني كانت ناجحه. اهم حاجه تفور معاكي شويه او كتير، تفور. لقيتها ما فرتش، دوبتها، فهتلاقيها فرت. هوريكم فرت شويه، عليت ارتفعت شويه، بس هي يعني لما بعمله في العادي بترتفع وتكب على باقي الخليط. ما عملتش كده، بس طالما فرت خلاص يبقى الخميره تمام. وهنحط 2 كيلو الدقيق وهعجنهم، بس بعيد عن الكاميرا شوية، عشان هتشوفوا دلوقتي وانا بعجن مغطية خالص على الكاميرا. فقلت خلاص بقى انا هعجن مع نفسي. بس حطيت معلقة من البيكنج باودر على الدقيق، حطيت معلقة من البيكنج باودر، واديني بقول لكم اهو حطيت ال2 كيلو ونص كلهم. هتحطيهم كلهم. احتاج مني ايه بقى فوق ال2 كيلو دقيق ونص؟ معلقتين دقيق، معلقتين بالعدد. طبعا انا ما حطيتش المعلقتين هنا، دول 2 كيلو ونص بالظبط. يعني هو بصوا كويس، هوريهولكم. يعني انا طبعا قلت لكم في اي مخبوزات هتحطيها في الفرن وتعملي اختبار. عملت الاختبار، طلع كويس، بس انا كنت عايزه نتيجه احسن. حسيته لما تلاقي البسكوت في الفرن فنش قوي وبقى شكله حلو، وبعد كده الفنشه دي نزلت حبه، فالحبه دي عايزه معلقه دقيق واحده بس، معلقه واحده بس، فمش هتزودي اكتر من كده. ممكن الدقيق اللي انت هتستخدميه ما يحتاجش المعلقتين، انا بقول لكم معلقتين بالعدد، يعني مش بالعدد، معلقه ومعلقه. حطيتهم على الدقيق وظبط لي المقدار بالملي، والبسكوت طلع ما شاء الله.
في المرحله دي بقى هعمل ايه؟ هاخد بسكوته واحطها اختبار، وهسيب العجين ده يستريح شويه. في الوقت اللي هو يستريح فيه هنعمل غدا سريع جدا قبل ما الاولاد يرجعوا من المدرسه. كل ده انا بعمله في الفتره اللي هم مش موجودين فيها. ممكن بصراحه يعني يرجعوا وانا لسه شغاله، لان البسكوت ده وانا بعمله النور قطع ساعتين. المطبخ بقى الدنيا ضلمه، يعني تقريبا كملته كله. مش عارفه ومثبته الكاميرا كده ليه على العجينه، مش عارفه. البسكوت عملته كله، والغدا يعتبر عملت 3/4 والنور قاطع. هنا بقى حبيت اغير الزاويه بتاعت الكاميرا، بس التصوير بقى مش حلو عشان النور اللي ورايا ده ضارب. ده نور مش النور الاساسي، الانوار الجانبيه دي جت في الوش، فقلت لا خلاص بلاش التصوير اللي من الزاويه التانية. كنت حابه اغير بس الزاويه عشان ما تملوش، بس ما ينفعش، النور ضارب. انا كان عندي فرخه، لا ديك بلدي، عندي ديك بلدي، وكنت نقعه الفريك، غسلاه ونقعاه. هنا رحت على البوتاجاز على طول، وهنقطع بصله صغير جدا جدا. البصله دي يعني بصله صغيره مش كبيره، هنقطعها صغير قوي 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 عشان طعم الفريك يبقى حلو وما يتبقاش منه ولا اي حاجه. هنقطعها وفي معلقتين من السمنه، وهنجيب الفريك اللي احنا غاسلينه ونقعينه ونحطه فيه. انتي مستعجله وما غسلتيش الفريك ونقعتيه، طبعا هتغسليه، مستعجله او مش مستعجله هتغسليه، يعني دي حاجه مفروغ منها. قصدي يعني ما لحقتيش تنقعيه. في المرحله دي هتقلبيه تقلبتين، وتحطي الملح والفلفل بتاعك، وتظبطي الدنيا، وتحطي نص معلقه ميه وتسيبيه يستوي زي الرز كده، بس نص سوا مش سوا كامل. بس انا عشان غاسله ونقعه فخلاص كده هشوحه تشويحتين، وهحط الملح والفلفل. ما بحطش غير ملح وفلفل بس، من غير اي بهارات ولا توابل تاني، عشان بحب طعم الفريك يبقى بالملح والفلفل بس. مش عايزه اي تغيير في الطعم ولا اي تغيير في النكهه، هو الفريك كده. لو عندك كبد وقوانص هتقطعيها مع البصل، بس هي كانت كبده واحده وقنصه واحده فما حطيتهاش. هنقلب تقلبتين كده، وهو الفريك طالما نقعتيه خلاص يعني ما بياخدش سوا، عايزينه نص سوا عشان لسه هيتسلق. خلاص الفريك كده، وهنحط الحله تغلي لحد ما نحشي الفرخه، تكون الميه غليت. هنا بقى هنحشي الفرخه، وبما انها واحده بس، هو ديك مش فرخه، هي ديك. الفراخ البلدي الديك بنقول عليه ديك. بما انه واحد بس وانا عايزه فريك اكتر، فهحشي تحت الجلد. انا غالبا لما بتلاقوني بعمل حمام او كده وبيبقى يعني عدده كبير، فبقول حرام احشي تحت الجلد وفوق الجلد والفريك يتبقى. لكن دلوقتي انا هي الفرخه واحده بس، فنحشي بقى فريك يعني جمدي قلبك جمدي قلبك وانتي بتحشي. حشينا الديك وهنربطه. البت سليان بتقولي لما عملت الفرخه كده بقى، هي طبعا شافتها بعد ما استوت وخلاص واتحمرت، فبتقولي هي الفرخه عامله اداب المجلس. عندهم في الحضانه بيدوهم يعني لما يكون المس بتشرح ولا كده تقول لهم اداب المجلس، لما الدار يأذن اداب الاذان، لما كده بيكتفوا ايديهم كده او بيربعوا ايديهم كده، فبتقولي الفرخه عامله اداب المجلس. حطيت الفرخه في الميه، وحطيت ورق لورا وبصل، واحط الملح. الفرخه ما بتاخدش زي اللحمه وقت، اللحمه مش هينفع تحط الملح اول ما تحطيها عشان هيطول وقت السوا معاكي. لكن الفراخ عموما كلها عادي تحط الملح والفلفل وكل حاجه، ويا دوب تغلي توطي عليها. الفرخه مش كبيره، فعايزه انا الشوربه تبقى حلوه، فانا حطيت 1 مكعب مرق. طبعا في ناس كتير 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 هتعترض على النقطه دي، انت ازاي تحطي في الشوربه كمان مرق والبتاعه بتغلي؟ بس انا عارفه ان الفرخه دي صغيره، فالشوربه بتاعتها تبقى خفيفه، فزودت. كل واحد ودماغه مريحه. انا قلت لكم قبل كده انا متصالحه نفسيا جدا مع المرقه، وفي ناس ما بتحبهاش خالص. جبت المكنه بقى، بصوا الاضاءه رجعت لها تاني، الاضاءه ضاربه في الكاميرا فمخليه الاضاءه وحشه. بس انا مش عارفه ليه مصره اوريكم الناحيه التانية من المطبخ، مع ان ما فيهاش اصلا اي حاجه غير التلاجة. بس قلت ايه، حتى نجيب المكنه وهي شغاله او اي حاجه
جبت لكم برضو المكنه، والله ما حرمتكم من حاجه ولا حرمت نفسي من حاجه، بس التصوير يا لهوي يا لهوي على التصوير، كاميرا نوكيا زراير يا ربي. مش هنتاخر فيها يعني، بس صورتها ما هنش عليها شركه انا صورتها عشان تشوفوا البسكوته وهي نازله من الكاميرا من البسكوت وهو نازل من المكنه وكده، كانه يعني منظر طبيعي قال يعني. وهنخلص. بصوا يعني انا تقريبا عملت يعني مرة في الفرن، يعني مليت الفرن ومرة تانية، وبعد كده النور قال خلاص كده خلاص كده جبرت مش هتعملي اي حاجة تانية. اغلب الوقت عملته، اغلب الحاجات عملتها والدنيا ضلمة. كانت عندي المطبخ بيبقى اصلا من بعد العصر بيبقى الدنيا ضلمة، الانوار دي بتساعد. مفيش نور خالص، الدنيا كحل. كنت شغاله اهو. بصوا البسكوت ده الاختبار، نسيت اوريهولكم، وريتهولكم دلوقتي. هو كويس، هي طبعا البسكوت لسه ما استوتش قوي، بس خلاص هي ظهرت كده ان هي يعني هيبقى حجمها ده. فحسيت ان هي فرشت، او الانتفاخ بتاعها حسيته خس شويه. فروحت عملت ايه، زودت المعلقتين دقيق بالظبط، معلقه والتانية. الفرن كانت سخنه، فانا هوطيها في اللي بعد كده. او مش كانتش الفرن سخنه، انا عندي تقريبا في الفرن ناحيه سخنه قوي وناحيه كويسه. هتشوفوا دلوقتي نفس الصاج في اهو ده، بس اهو صاج واحد بس. شوفوا بقى كام واحده فيه متلسوعين من تحت، وباقي الصاج زي الفل. فاخدت بالي في الباقي، كل شويه بقيت بدور للسجان عشان الناحيه السخنه ما تلسعش. بصوا اهو نفس الصاج من تحت حلو قوي، وبعد كده يغمق 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 لحد ما في واحده محروقه من تحت. بعد كده بقى انا اخدت بالي وبقيت بدور للسجان زي ما قلت لكم. هكمل الكميه كلها والنور قاطع. بس خلاص انتوا فهمتوا اهم حاجه في الموضوع المقادير، وانا قلت لكم المقادير الحمد لله، وشفتوا المقادير وشفتوا العجن وشفتوا الخبز. وكمان عشان الفيديو ما يطولش قوي، فانا ايه هنجز واوريكم الكميه بعد ما خلصتها. البسكوت ده لما بتعمليه بيوفر عليكي وقت وجهد ما تتخيليهوش. لو انتي كسلانه تعملي حاجه، شاي بلبن وبسكوت. لو الاطفال رجعوا في المدرسه من المدرسه وانتي لسه بتعملي الاكل، تصبيره شاي قصدي لبن ببسكوت. لو بالليل خلاص يعني اتغدوا مثلا وعايزين ياكلوا حاجه خفيفه، مش عايزين ياكلوا اي حاجه بالليل، لبن ببسكوت. انا دايما بقول شاي ببسكوت ليه، لان انا في مشكله كبيره قوي بيني وبين اللبن. يعني بحاول ان ده ما يبقاش مع اولادي، وان انا احببهم في اللبن، بس انا عندي حتى على فكره انا بنسى لما باجي اعمل نسكافيه. لو تلاحظوا بدايه القناه بعمله بميه، والمشكله ان انا اتعودت على كده، فلما يجي عند ضيوف بنسى، وزي ما انا متعوده فبعمله بالميه، وهو النسكافيه كل الناس بتشربه باللبن، فبيستغربوا الطعم او بيحسوا ان هو ملوش طعم. فانا عندي مشكله من وانا صغيره يعني مع اللبن، ولحد دلوقتي للاسف الشديد دي حاجه مش كويسه خالص. الشعر بيقع، والاسنان بتقع، والضوافر بتقع، او مش بتقع، بتتاثر يعني. ف طفى النور، قطع النور، وبعد ساعتين لما جه كانت الفراخ استوت، وكنت حطيت هعمل كشك فراخ بلدي. يعني كشك بالنسبه لي، بعمل فراخ بلدي ومعاها كشك من ساعه ما اتجوزت. قبل كده كانت فراخ بلدي معاها باميه او ملوخيه عند بيت بابا، ما بيعملوش الكشك خالص. لكن من ساعه ما اتجوزت الفراخ البلدي يعني كشك. فانا عملت ايه، حطيت الرز مع الشوربه لحد ما الرز استوى. ده كله كان لما كان النور قاطع، ولما جه النور لما شفتوني دلوقتي زودت كوبايه لبن وعليها معلقتين دقيق، وقلبتها تقلبتين وكده. الكشك خلص، وهنعمل البصله بتاعه الكشك اللي هي بتتحط من فوق زي بصله الكشري كده. وهنا هعمل شوربه، وهعمل طبق ملوخيه عشان في اللي عايز كشك وفي اللي عايز ملوخيه. الكشك هقوله تاني بسرعه عشان حسيت ان الفيديو جري. حطيت رز معاه شوربه لحد ما استوى، كوبايه لبن وعليها معلقتين دقيق عشان بس القوام يتقل. وهنا عملت طبق ملوخيه واحد بس عشان فيه كشك، فما فيش حاجه تترمي. الدنيا غاليه يا جماعه، ونحاول نقنن الدنيا على قد ما نقدر. وهنا الشوربه والبصل خلاص يعني داخله على اللون الذهبي، فهنشيلها. والشوربه خلاص يعتبر تقريبا كده خلصت. الشوربه شوربه لسان العصفور يا جماعه ما بتستويش، هي بتغلي بس، يعني غلوه واحده بس وتطفي عليها وتغطي.
هتسيبيها غلوتين هتطلع نشا، سيبيها تغلي يبقى مش هتتاكل. فيا دوب هتحطي عليها الشوربه وتسيبيها تغلي غلوه واحده. بصوا عدوها لو هتاكليها حالا حالا على طول دلوقتي ماشي، سيبيها تغلي غلوتين عشان تستوي. لكن مثلا انا هعملها دلوقتي لحد ما احمر واغرف ومش عارف ايه، فانا هديها غلوه واحده بس واحط عليها الغطا، هتستوي في البخار. عشان لسان العصفور ناس كتير قوي بتعمله بيبقى معجن ومطلع نشا، دي اديته غلوتين وبعد كده راحت مغطيه عليه فخد سوا زياده، وهو اصلا ما بياخدش سوا. وشلت البصل وفي نفس الزيت عادي ما فيش اي مشكله، حمرت الفرخه. هنا بقى نعمل الطشه بتاعت الملوخيه والباميه بيحبوا الكزبره جدا، فنديهم كزبره عادي مش مشكله، اديهم كتير كزبره. كده تقريبا كل حاجه خلاص خلصت. وكمان كان البسكوت خلاص خلص، يعني انا شغاله هنا وشغاله هنا، عملت الاكل وعملت البسكوت. اعملوا اي حاجه في البيت تحسوا ان البيت فيه خير كده، في اي وقت اي حد جعان هينجز معاه. وكده خلاص خلصت الاكل. وشايفين حركه المعلقه اللي انا بعملها دي بوظت لي كل المعالق، ان انت تعملي الحاجه وبعدين تسيبي المعلقه تريح على الطاسه، خلاص المعلقه بتتحروق. وانا ما شاء الله كل المعالق اللي عندي حروقتها بالحركه دي، فانتوا حاولوا ما تعملوش زيي. وكمان الكبشه اهي سبتها التريحه على الحله او الطاسه بتبقى سخنه جدا فبتلسع اي حاجه حتى لو كانت حراريه. كده كنت خلاص خلصت الاكل. حطيت غرفت الملوخيه في الطواجن، يعني نحس ان احنا ام علي وكده. اسمها ام علي اللي هي مطعم ام علي ولا اسمها ايه، ما علينا. وحمرنا وغرفت الرز. انا قلت لكم ان انا عملت رز؟ ما قلت لكمش يا دي النيله يا دي الكسوف، ما قلتش ان انا عملت الرز. انا عملت رز والنور كان قاطع برضه، ما هو لما يقطع النور الدنيا بتبوظ خالص. ودلوقتي بدل ما النور كان بيقطع ساعه واحده بقى بيقطع ساعتين، واحنا في امتحانات الاسبوع ده عندنا امتحانات، فبصراحه الواحد مش عارف يقول ايه. العشر بيضات والاتنين كيلو ونص دقيق عملوا لي العلبتين دول اللي هم بتوع ايكي بتوع تبر وير، اللي هم الكبيره دي اللي هي 10 لتر، والتانية المدوره 10 لتر برضو، بس واحده مربعه وواحده مدوره. بس عملوا لي الكميه دي، يعني اللي عنده العلبه دي هيعرف حجمها قد ايه وشالت قد ايه، فهي عملت العلبتين دول. بس كده الفيديو خلص، يا رب يكون عجبكم. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.